الناس اللي كانوا بيستضيفوهم في البرامج الرياضية زي رضا عبد العال وغيرهم يعني، بيتهيألي بعد الماتش بتاع امبارح ده مش لاقيين حاجة من الحاجات اللي هي تنفع تفرقع. يعني هم اللي هيفرقعوا بالعربي، لأن أداء المنتخب وأداء المدرب بتاع المنتخب فيتوريا كان أداء يعني مثالي. أي نعم هو ماتش ودي وكل حاجة، بس أداء مثالي في تجربة ناجحة قصاد غول كورة. بلجيكا مخيفة، بس الناس بتاخد الموضوع يعني على ان ده ماتش ودي يبقى بلجيكا ما بتلعبش. لا، بلجيكا حاولت تلعب وبخشونة كمان، ولولا ان احنا عندنا لعيبة زي اكرم توفيق وطارق حامد حجازي تقريبا طلع نط بدماغه، قطع كور بدماغه 200 مرة.